أنا متأكد بأن كل الجزائريين فرحوا لهدف التعديل في مفارقة غريبة لا أعتقد بأنها سبق وأن حدثت سابقا، ولا أعتقد أيضا بأنها حدثت بالنسبة لمنتخبات. يا مرحبا، مفارقة عجيبة. الجزائريون فرحوا بالهدف التعديل للمنتخب النمساوي الثالث في الأنفاس الأخيرة أكثر مما فرحوا بهدف رياض محرز الذي كاد سيمنح التفوق للمنتخب الجزائري، وكاد يوقع الجزائر أمام المنتخب الإسباني في الدور 32. الجزائر ستواجه سويسرا في فانكوفر وليس إسبانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، في مباراة لا يمكن أن نبني عليها صراحة، لأنه المنتخبان لعبها من أجل ألا يخسرا. تعلمون بأن خسارة النمسا كانت تعني خروجهم من المونديال، وخسارة الجزائر كانت تعني خروج الجزائر من المونديال، فتقريبا المنتخبان لعبا من أجل التعادل إلى الأنفاس الأخيرة من المباراة، عندما كاد رياض أن يخدع النمساويين ويسجل هدف الفوز لولا العودة في الأنفاس الأخيرة. أنا متأكد بأن كل الجزائريين فرحوا لهدف التعديل في مفارقة غريبة لا أعتقد بأنها سبق وأن حدثت سابقا، ولا أعتقد أيضا بأنها حدثت بالنسبة لمنتخبات أو بالنسبة لنوادي أخرى. المونديال بالنسبة للجزائر يبدأ ابتداء من الدور المقبل من مواجهة سويسرا. أي نعم، كانت فيه الكثير من كثير من النقائص والكثير من الإيجابيات والكثير من الانتقادات لمردود الجزائريين خلال المباريات الثلاثة الماضية، خاصة على مستوى المنظومة الدفاعية واللياقة البدنية والروح. أعتقد بأن اللاعبين يدركون الآن بأن المونديال سيبدأ ببلوغنا لمباريات خروج المغلوب. كلير يسألني يقول بأنه وش توقعك لمباراة تجري في فانكوفر في كندا، أين توجد جالية كبيرة جدا؟ أتوقع بأنه الحضور سيكون أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الجماهير اللي حضرت في الولايات المتحدة الأمريكية ستتنقل إلى كندا، غالبيتها ستتنقل لكندا لتشجيع المنتخب الجزائري أمام سويسرا. أي نعم، حضور الجماهير سيصنع فارق في فانكوفر بكندا، خاصة في مباريات خروج المغلوب بهكذا الشكل، خاصة وأن الجميع يدرك بأن اللاعبين الجزائريين يدركون أيضا بأن كل خطأ يعني الخروج من المونديال. كلير يسألني أيضا عن مفارقة أخرى، يقول بأنه في الدور الأول في نهائية كأس أفريقيا اللي جرت بالمغرب مؤخرا تلقينا هدف واحد في دور المجموعات في 3 مباريات. هذه المرة تلقينا 7 أهداف أمام الأرجنتين والنمسا وكذلك الأردن. مقارنة لا تليق، الأمر مختلف، لا يمكن أن نقارن أو نعمل مقاربة بين مشاركتنا في نهائية كأس أفريقيا ونهائية كأس العالم، مختلف تماما، وهذا ليس معيار لتقييم المنظومة الدفاعية. أنا دائما أتحدث عن منظومة ولا أتحدث عن دفاع أو عن مدافعين، ومع ذلك الأمر ملفت أن تلقينا 7 أهداف في 3 مباريات لعبناها في هذا المونديال، من بينها 3 أمام الأرجنتين من دون مقابل، ولكن أمام النمسا ردينا، وأمام الأردن أيضا ردينا بالتفوق بهدفين مقابل هدف واحد. كل الأنظار موجهة جمعة صباحا، جمعة المقبل فجرا، نحو فانكوفر. كلنا ستكون أعيننا معلقة هناك، كل الجماهير التي بإمكانها أن ترحل إلى هناك سترحل دعما للمنتخب الجزائري الذي أشم فيه هذه المرة بأنه يحقق نتيجة أفضل مما سبق إن شاء الله.